إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي. عبده قال له: قصدك إيه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على أي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها إيه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقت انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هدي لك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال امالتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء، كان قصدي الفلوس اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهارده، ان شاء الله الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو عجبكم الفيديو فضلا منكم تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. قبل كده ما نبدأ الفيديو حابة ارحب طبعا بكل حبايبي اللي نوروني في القناة جديد، سواء الناس الجديدة اللي أول مرة بتشوفني أو من حبايبي متابعيني القدام. نورتوني وشرفتوني، وسعيدة جدا جدا إن القناة وصلت لكم وإن انتوا قدرتوا توصلوا لي، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ كده بداية جديدة، وإن شاء الله تكون بداية خير بإذن الله. نبدأ يومنا كده بإذن الله. النهاردة بقى كان التنظيف الأسبوعي للشقة، يعني قلت بقى ان انا اغير ملايات الأوض وكده وانضفها تنظيفة كويسة. التنظيفة دي بتبقى كل أسبوع، يعني اللي هو ايه بقى، بغير الملايات، اشيل المشايات كده تتشمس، وامسح الأوضة كويس، ولمع الخشب وكده، واديها تنفيضة بقى ايه محترمة كده. طول الأسبوع بقى ملكت ان انا انضفها، يعني ارتبها كده. برتبها، ما ملكتش بخلي ولادي هم اللي يرتبوها. ويعني طول ما انت ايدك في الحاجة كده ما شاء الله، يعني الحاجة ما بتاخدش معاكي مجهود ووقت في تنظيفها. المسألة كلها بتبقى بس ايه، يعني شوية كركبة، انما في الاساس في المجمل بيبقى نضيف الحمد لله والشكر لله طول ما ايدينا فيه. فمسكت بقى كده الغرف، غرفتي وغرفة ولادي، نظفتهم بقى كده زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله ما فيش اجمل من النظافة، والصيف بقى بيحب دايما كده بقى التغيير والمسيح والتنظيف. وعلى طول كده طول ما انت ايدك في الحاجة زي ما بقولك مش هتاخد معاكي وقت خالص. فخلاص بقى احنا ودعنا الشتاء وودعنا كسل الشتاء، ودايما ان احنا بنبقى عايزين نقعد بقى كده نتلكفت كده ونفضل قاعدين دافيانين في الشتاء. رغم ان والله بجد الشغل هو اللي بيدفي، والشغل هو اللي بيديكي طاقة، وتحسي كده ان انتي لما بتتحركي فعلا زي ما بيقولوا الحركة بركة. فدايما كده قومي يلا كده تنشطي، ودايما حفزي نفسك وخليكي دايما كده انتي الداعم لنفسك. اكبر داعم لنفسك هو انتي، لان مفيش حد خالص هيقدرك، ولا حد هيشكرك، ولا حد هيقدر تعبك. فاحنا دايما كده نكون ايه، يعني اكبر داعمين لنفسنا. اللي هو ايه، انت دايما كده قولي لنفسك: لا انا بتعب، لا انا بجد يعني انا حاجة حلوة، انا استاهل كل حاجة حلوة في الدنيا. فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب، اللهم امين. واهم حاجة الرضا، لان بجد الرضا بالمقسوم عبادة. يعني ايا كان اللي ربنا قاسم لك بيه، ارضي واحمدي ربنا، وخليكي دايما حامده ربنا وشاكره فضله على الصغيره قبل الكبيره. ودايما بصي لحاجات كتير قوي ممكن تكون انت يعني عندك حاجات كتير قوي مش عند غيرك، فدايما بصي اللي اقل منك هتعيشي مرتاحه. فربنا يا رب يرزقنا القناعه، اللهم امين يا رب العالمين، لان بجد القناعه دي يعني كنز كبير قوي. المهم انا طبعا مسكت الاوضه بقى مسحتها، وكنت طلعت المشايات دي في البلكونه بقى، خدت الشمسيه كانت داخله بقى من البلكونه سخنه وجميله بجد. المهم طبعا انتوا عارفين ان الشمس معقم،
فطبعا الفرش كله اتعقم معايا زي ما انتوا شفتوا كده، وفرشته كده، وريحه بقى النظافه وريحه الشمس ماليه الدنيا، واللهم بارك، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. سبت الشباك مفتوح شويه كده عشان الاوضه تتهوى، لكن مش هسيبه كتير عشان ما تتطربش برضو، يعني شويه كده وهبدا ان انا اقفله. واعطر بقى الشقه. انا مرضيتش ان انا اعطر والشباك مفتوح، لان كده يعني الريحه هتروح، هيبقى كاني ما عملتش اي حاجه. فقلت اما اخلص بقى الشقه كلها خالص واقفلها ابقى اعطرها مره واحده. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا برضو اول ما صحيت كده من النوم كنت شلت برضو الملايات بتاعت اوضتي، وبحب كده ان انا اقلب المراتب كده بحيث ان هي تتهوى، يعني تاخد هوا كده، وبحس ان هي برضو لما بعملها كده المرتبه بتتنفخ وكده. طبعا انا شلت المخدات، هم اللي هقدر ان انا اشيلهم اشمسهم، لكن المراتب لا، صعبه عليا يعني. فشلت المخدات كده، قلت تتشمس كده شويه عبال ما اخلص تنظيف وفرش وكده وابقى ادخله. طبعا يعني اهم حاجه التهويه، واهم حاجه لما تكون الشمس موجودة عندك ان انت تشمسي على قد ما تقدري، يعني طلعي كل حاجة في الشمس. الشمس جميلة جدا، وكمان بتديكي طاقة ايجابية، وبتسحب كده الطاقة السلبية من البيت. فانا هنا بقى كنت فاتحه البلكونه دي الصبح، بس معرفش تقريبا حد من ولادي دخل البلكونه وراح قافلها وراه وهو طالع او حاجه. المهم رجعت فتحتها تاني كده زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر بقى وانا بنضف كده يكون الهواء بتاع الاوضه متغير، وتبقى الاوضه ريحتها حلوه وكده. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين بقى كده انا شلت برضو الملايات وشغلت عليهم الغسالة اول باول، علشان خاطر عبال ما اخلص تنظيف وفرش تكون الغسالة برضو خلصت غسيل، اروح نشرة الهدوم على طول. كنت بقى مسكت الخشب كده لمعته انا مع نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو. مسكت كل حاجه لمعتها كده بالفوطه، يعني من غير ملمع ولا اي حاجه، ما شاء الله، ولا حاجه نظيفه، بس شويه تراب بساط كده، فلميتهم بالفوطه على طول. التسريحه والدولاب والسراير والكومودينات وكله بقى كده لمعته كده تلميعه بسيطه بالفوطه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين التنظيفه دي بتفضل اسبوع كله، الغرف نظيفه والشقه كلها بتفضل نظيفه ما شاء الله. انما المطبخ لا، المطبخ بصراحه ممكن انضفه مرتين 3 في الاسبوع، اللي هو يعني اغسل بقى كل حاجة وامسح وانضف. لا، المطبخ مش مرة واحدة في الاسبوع، ما بتبقاش كفاية عليه زي ما انتوا فاهمين، هو كل يوم بيتنضف. لكن ان انا ممكن بقى اغسل البوتاجاز غسلة محترمة كده، اغسل ورا الحيطان اللي هي ورا البوتاجاز، مثلا الشفاط، كل ده كل اسبوع مثلا ممكن اعمله. الشفاط ممكن اعمله كل 10 ايام، انما البوتاجاز بقى اديله غسلة محترمة كده يوميا. لكن بقى الحوامل والقواعد بتاعة البوتاجاز مرة في الاسبوع. فطول ما انت ايدك في الحاجة ما شاء الله مش بتتعبك بقى في تنظيفها، انما لما تهملي كده الحاجة يوم ورا يوم يعني بتتعبك بعد كده لما تيجي تنضفيها. فدايما تشجعي كده، شغلي حاجة انت بتحبي تسمعيها، شغلي قرآن جنبك، اللهم صل على النبي، شغلي مثلا فيديو روتين تشجيعي كده ليكي وشغليه جنبك، وقومي تنشطي كده. اول حاجة افطري واشربي قهوتك او كوباية الشاي بتاعتك او زي ما بتحبي، وابدأي يومك كده بكل همة ونشاط، يرزقنا التوفيق اللهم امين يا رب العالمين، ويعيننا ويقوينا يا رب، ويصلح حالنا جميعا يا رب. خلصت الاوضه بقى وطفيت النور بتاعها وخرجت برضو عملت الصلاه، بس ما حبيتش بقى ان انا انزلها معاكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم قوي. وتعالوا بقى نشوف حبايبنا الحلوين، عشان حبايبي اللي بيحبوا فقره الطيور وبيتابعوا معايا دورة الطيور. بص بقى، انتوا عارفين ان الصيف بقى طالع خلاص، والجو هو مش هيبدأ، لا هو بدأ بالفعل يحرر قوي، يعني درجة الحرارة ما شاء الله بقى لها كام يوم عالية قوي. فخلاص بقى كل سنة وحضراتكم طيبين، الايام الجاية دي هتبقى حر. فزي ما انتوا عارفين انا بربي في البلكونه، فمش هعرف خالص اربي فراخ بيضه الشهرين الجايين دول خالص. فطبعا انا مش هينفع اسيب نفسي كده، يعني على بال ما اجي اجيب تاني واربي قدامي بقى الشهر، يعني مثلا قاعده اجيب تاني واخلص الدوره قدامي بقى لشهر 9 ولا شهر 10. فطبعا مش هينفع اسيب نفسي كده، وانا بصراحه من الناس اللي بحب تربيه الطيور قوي، فما بعرفش اقعد من غيرهم بصراحه. فالمهم قلت اجيب ايه بقى يستحمل معايا الحر. جبت الساسو، انتوا عارفين الساسو اللهم بارك حلو جدا، فرخ بيستحمل معاكي صيف شتاء. طبعا يعني مناعته قويه وبيستحمل معاكي اي جو، بيمشي معاكي ما بتخافيش عليه خالص. جبت الساسو كنت جايباه انا اليوم اللي بصورهم لكم فيه ده كان عمرهم 5 ايام، كنت جايبه الفرخ ب 22 جنيه. ده يا حبايبي ساسو شفر جيل اول، طبعا هو انضف انواع الساسو لو حابه تربيه. ما شاء الله حلو جدا، بيشيل معاكي لحم ما شاء الله، على 3 شهور ممكن فرخه توصل معاكي 2 كيلو ونص كده، بتبقى حلوه قوي. سيبك بقى من اللي بيقولك بتوصل 3 كيلو و4 كيلو، بصراحه لا، ما فيش الكلام ده، يعني او
ممكن انا لا، يعني هو بيوصل معايا 2 كيلو ونص 2 كيلو وربع، بتبقى اللهم بارك برضو فرخة محترمة يعني فاهمين. بيبقى طعم البلدي قريب شوية من طعم البلدي، بتبقى شوربته حلوة قوي 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 ما شاء الله، مغذي كمان كتير عن الابيض. بس هو دورته اطول شويه من الابيض، يعني في ناس بتذبحها على شهرين وفي ناس يعني هو المفروض اخر الدوره بتاعته 3 شهور. النوع اللي انا جايباه ده مش بيبيض، في نوع تاني بيبيض، يعني لو انتوا حابين تجيبوا النوع اللي بيبيض وتسيبيه عندك، لو عندك مكان وحابه ان انت تربيه، ده بيبقى فيه نوع تاني للبيض. استسوى انواع برضو زي الابيض بالظبط، بس النوع اللي انا جايباه ده نوع تسمين مش بيض. ما شاء الله بيبقى حلو جدا. اول ما جبته استقبلتهم على كيس محلول الجفاف، انا حاطه لهم لمبه حمراء لحد دلوقتي مش عايزه اشيلها 100 واط، بس معلياها عليهم قوي لان الجو بيجي بالليل قوي بيسقع. فقلت لا، لما يجمدوا شويه كمان كده ان شاء الله ابقى اشيل بقى اللمبه الحمراء واحط لهم لمبه بيضاء. فاول ما جبتهم استقبلتهم على كيس محلول الجفاف من الصيدليه البشريه. ده اللي انا بستقبل عليه كل انواع الطيور اللي انا بجيبها. ما شاء الله حلو جدا جدا. طبعا محلول الجفاف كله فيتامينات زي ما انتم عارفين، فبيبقى مفيد جدا، بيعوضهم بقى كل الفيتامينات اللي نقصت من جسمهم من اول ما بيطلعوا المكان اللي بيجوا منه لعند ما بيوصلوا لي. انا ما شاء الله يعني بربي التربيه الحمد لله من غير اي ادويه خالص. هو كيس محلول الجفاف بس. عايزه اقول لكم ان انا جايبه 10 ساسو، واللي هم الغامقين شويه دول فيومي. قلت برضو ايه اربيهم جنبهم كده، انا عندي فيومي كبير بيبيض ما شاء الله، فقلت اجيب ال5 دول كده جنبهم كمان. وان شاء الله ربنا يرزقنا البركه. انا بربي الحمد لله من غير اي ادويه خالص، بس انا بهتم دايما، وان شاء الله الدوره دي همشيها معاكم كلها بامر الله لو ربنا احيانا باذن الله من اول الدوره لاخرها ان شاء الله. فلو عايزين تجيبوا يلا هاتوا، سعرهم حلو جدا اليومين دول. وكمان فرخ الساسو او الفيومي حلو جدا، بيستحمل الحر، مغذي جدا، طعمه كمان جميل قوي قوي ما شاء الله. من انواع الطيور يعني الحلوه قوي في التربيه بصراحه. فان شاء الله همشي معاكم يوم بيوم، اي خلطه هعملها اي حاجه هحطها لهم باذن الله هنزلها معاكم ان شاء الله. فانا لحد دلوقتي ما عملتش غير كيس محلول الجفاف بس. وكان في يوم برضو عصرت لهم كده عصرة ليمونة على المية وبس وخلاص، ما حطيتش لهم اي حاجة. ان شاء الله الايام الجاية بقى نعمل بصل وتوم ونعمل خلطات حلوة جدا ليهم ان شاء الله ترفع المناعة وتقويهم كده باذن الله. ده كده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. عايزاكم يلا بقى اللي عايزه تجيب كده فراخ وتمشي معايا ونكمل كده الدوره مع بعض على خير ان شاء الله، ونشجع بعض كده ونستفيد من بعض. لو عندكم اي معلومه، لو عندكم اي سؤال، اكتبوا لي في التعليقات. وربنا يا رب يعمر بيوتنا دايما بالخير وبالبركه، اللهم امين يا رب العالمين. ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. شكرا جدا ليكي لو وصلت معايا لحد هنا. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.